يلا بينا. طيب انا كده بدأنا تسجيل، كده كده المحاضرة موجودة وكده كده هنشتغل عليها بإذن الله. عموما سريعا كده احنا النهاردة بإذن الله يعني جايين نتكلم على كام نقطة مهمة جدا. احنا المفروض في السيشن اللي فاتت او الاثنين اللي فاتوا اتكلمنا عن فكرة الديجيتال برودكت والمنتجات الرقمية. اتكلمنا بقى على شوية تفاصيل تانية ايه هي والافكار اللي ممكن تاخدها والحاجات دي كلها. النهاردة بس هنتكلم عن جزء مختلف وهو بقى ازاي نبدأ ننفذ ده. طيب دلوقتي كل الافكار اللي جت، الناس اللي اتبعتت انا شايفها بصراحة افكار كويسة وممتازة. ولكن مع احترامي ليهم وليا، مش انا اللي هقرر ولا هم اللي بيقرروا، يعني ولا انا ولا هم اللي نقدر نقرر الفكرة دي كويسة ولا ناجحة والفكرة دي تتباع او لا. اللي بيقرر هو التجربة ودخولنا السوق ذات نفسه. ودي نقطة من النقط المهمة جدا جدا اللي اي حد شغال في اي حاجة بتتباع ايا كان نوعها عارف ان دي نقطة من النقط المهمة اللي محدش بيقدر يحكم فيها. فانا اي حاجة لما اجي اقول ان هي تتباع او ما تتباعش ده رأيي ليس له قيمة، انا بس واخده علشان انا حطيت نفسي مكان اللي ممكن يشتري، فشايف ان ده مكان مناسب وان احنا نقدر نشتري الحاجة. طيب تعالوا بقى نتكلم عن جزء تاني مهم جدا في الديجيتال برودكت وهو الانواع بتاعته. الانواع بتاعته ممكن تكون اي انواع كتيره، بس دي اشهر الانواع اللي انا شفتها. اول حاجه ان حد يعمل كتاب رقمي او اي بوك، الاي بوكس بقى بي دي اف بجميع بقى الصيغ بتاعتها. وده عاده بيبقى كتاب او ملف معين بيبقى دليل استرشادي او في تفاصيل معينه. المهم ان هو بيبقى كتاب كويس جدا. الكتاب ده بنقدر ان احنا نبيعه بشكل سهل جدا. في ويب سايتس كتيره جدا ممكن تساعد ان احنا نبيع الكتاب ده. والكتاب بتبقى فكرته سهله، بنقدر ان احنا ناخد تمبلت من ديزاينز من كانفا، او حتى بنقدر نخلي شات جي بي تي يعمل لنا الكتاب بتاعنا، ندخله كل المعلومات اللي احنا عايزينها ويعمل لنا الكتاب بتاعنا في فايل وورد ونحوله لبي دي اف. المهم يعني ان طريقه ان احنا نعمل الكتاب دي طريقه سهله جدا. ولكن الاهم انه يكون موجه للناس بشكل صح. يعني في ناس بتحب تاخد الكتاب على شكل انفوجراف، يعني عايزه تقرا كتاب بس الكتاب ما يبقاش فيه معلومات كتير. في ناس لا، لما تعترفش ان الكتاب لو مش اقل من 300 400 صفحه بيتكلموا عن التسويق يبقى ده كتاب ما يتسماش كتاب. فعلى حسب الناس عايزه ايه، على حسب ما احنا بنقدر ناخد معاها الخطوه اللي قدام ونبدا نتكلم عن الكتب او نبدا نقيم الكتاب بتاعنا كديجيتال برودكت، هو الناس عايزاه ومناسب ليها ولا لا. في حد تاني زي ما احنا قلنا اللي فاتت، انا شفت حد بيبيع كتاب عباره عن هو سكرين شوت ازاي بيعمل اعلان، يعني ازاي بيخش على البيزنس اد مانجر وازاي بيكرييت وايه انواع الاعلان. هو الكتاب كله عباره عن سكرين شوت شرح، ممكن ينزلهم في كاروسيل. بس هو قرر انه يبقى ديجيتال برودكت وبيبيع وبيتباع يعني في اي حاجه انت تتخيلها في دماغك زي ما احنا قلنا ممكن ان هي تتباع. المهم ان احنا اول صيغه هنبيع بيها هي فكره كتاب، مجموعه فايلز، مجموعه اوراق بتتحط مع بعض، وورد، بي دي اف، الصيغه بتاعت الكندل، اي حاجه من الحاجات دي كلها بتتحط. طيب ايه عيب الطريقه دي؟ عيب الطريقه دي انها سهل انها تتسرق. وانا شايف بما اننا احنا كلنا في الكورس ده مع بعضينا فده ما يعتبرش عيب، لان هي لو اتسرقت ده بعد كده ان الحاجه بتاعتنا كويسه وحلوه جدا، وهي لو اتسرقت ناس كتيره جدا هتبقى عارفانا، فنوع من انواع الاويرنس يعني. طبعا خاصه ان انت المفروض لسه في البدايه، فانت اكيد مش صارف دم قلبك عشان تعمل البرودكت ده. طبعا النوع التاني من الحاجات هي الكورسات المسجله. اي بقى كورس مسجل، سواء بقى الكورس ده انت خدته بالطريقتين، الطريقه الاولانيه ان انت طلعت بيه لايف مثلا زي ما احنا بنعمل وبعدين وسجلت اللايف بتاعه وبعدين قررت انك تبيعه، او ان انت رحت استديو او سجلت بشكل مباشر الكورس بتاعك. طيب الكورس ده فكرته ايه؟ الكورس ده فكرته ان هو بيدي قيمه اعلى من الكتاب. الناس بتحب تسمع وتحب اللي يشرح لها، تحب تشوف حاجات بايديها. كتير جدا مننا اكيد اشترينا كورسات. الكورس بقى ميزته ان هو لما بيكون مسجل بيفضل يتباع كذا مره، ما تبقاش انت شاغل بالك غير ان انت بنيت البرودكت، بس انت شاغل بالك بس بان انت بتبني الكرييتيف او الليد ماجنت بتاعه الكورس ده. والكورس ده من ضمن الحاجات فيها ان هو مش شرط ان انت تبقى موجود قصاد الكاميرا، يعني مش شرط ان انت موجود بوشك. في ناس كتيره جدا بتقدم كورس عباره عن وايت بورد. المهم في الاخر ان انت عندك علم معين سبيسيفيك مخصص عايز تقدمه للناس بطرق كتيره جدا، والطرق دي فيديوز ومسجله. بعد كده النوع الثالث ان انت تقدم للناس تمبلت وملفات جاهزه. التمبلت والملفات الجاهزه دي من ضمن التولز اصلا اللي موجوده. انتوا لو دخلتوا كتير قوي على كتبتوا بس تمبلت على الفيسبوك هتفضل تظهر لكم اعلانات عن ناس بقى عامله تمبلت ايه، تمبلت لبرومتس مثلا تقدر تستخدمها على تشات جي بي تي، تمبلت لشيتات اكسل وحاجات زي كده، تمبلت لكانفا، تمبلت حتى كمان في تمبلت للشكل المونتاج والريل والحاجات اللي زي دي. فاي تمبلت جاهزه ممكن تكون الشخص بياخدها علشان حاجتين: يا اما بياخدها علشان هو عايز يعرف الطريقه ازاي، زي مثلا انا
اروح اشوف تمبلت عن السوشيال ميديا استراتيجي. ليه؟ عشان اعرف هو التمبلت دي معموله ازاي، فانا اكمل الخطوات اللي مكتوبه بيها السوشيال ميديا استراتيجي. او انا باخد تمبلت عشان توفر عليا مجهود، انا عارف السوشيال ميديا استراتيجي بتتعمل ازاي، بس انا مش هقعد اعمل ديزاين، فانا باخد تمبلت قريب من الايدنتي بتاعتي وابدا ان انا استخدمها. نفس الكلام من التمبلت غير اللي ليه علاقه بالديزاين، التمبلت اللي هي شيتات الاكسل. مين فينا مثلا يعني اكيد شاف حد لو اشتغل في حاجه ليها علاقه مثلا، اكيد احتاج تمبلت يحسب حاجات معينه، سواء بقى يحسب له بقى الاكوزيشن كاستمر الكاك، او يحسب له البرايسنج، او يحسب له الكوكس، او اي حاجه ليها علاقه حتى بالمجال بتاعنا كماركتنج يعني. اي حد اكيد احتاج شيت معين، واكيد الشيت ده بدل ما اروح ابنيه من الصفر، اكيد انا خدت تمبلت، يا اما التمبلت ده بيحسب لي انا بالظبط صرفت كام والرؤس بتاعي كام والتفاصيل اللي زي دي. او انا محاسب، شخص محاسب في شركه، فاكيد استخدمت شيت ليه علاقه بالمصاريف. او اكيد ان انا اتش ار، فاستخدمت شيت ليه علاقه بالمرتبات. المهم في الاول وفي الاخر ان التمبلت والملفات الجاهزه دي نقدر ان احنا نبيعها بشكل كويس جدا. من ضمن الفيتشرز اللي ممكن تضاف ان انت بتكستمايز بعض الحاجات اللي لها علاقه بالتمبلت بتاعك. يعني مثلا انا بكون اكيد انا لو كتبت شيت مرتبات مجاني هيطلع لي كتير جدا. طيب انا من كتر التشتت ده ممكن ابقى حاسس ان انا عايز اروح اشتري شيت. ليه؟ رغم ان المصادر كتيره جدا موجوده ببلاش على اليوتيوب، او موجوده ببلاش على جوجل. اه بس انا هروح اشتري شيت علشان الراجل اللي عمل الشيت ده ممكن يكون شخص شاطر جدا في انه يكستمايز ويشرح لي ويفهمني، عكس ان انا لما احمل شيت مجانا من على اليوتيوب او من على جوجل من غير ما ابقى فاهم الشيت ده ايه، او ما فيش اي سبورت يبقى موجود. النوع الرابع هو الكوميونتي. زي مثلا ان يبقى فيه، انا داخل على كوميونتي معين، وده موجوده كتير قوي دلوقتي بقت في الماركتنج وحاجات كتير. كوميونتي معين ده جروب مدفوع، انا بدفع اشتراكه او بدفعه مره واحده، ولكن الكوميونتي ده دايما بينزل عليه سيشن، دايما بينزل عليه كتب، دايما بينزل عليه مقالات، دايما بينزل عليه حاجات كتيره جدا. اخر نوع بقى خامس هو الاستشارات او الكونسلتيشن. ان انت بتكون حد كويس جدا في حاجه وتقدر ان انت تقدم الكونسلتيشن بتاعتها. في الفترة اللي احنا فيها دي اصلا حوار الكونسلتيشن ده مليان خناقات بسبب ناس يعني ربنا ما وفقهاش في البيزنس بتاعها، فابتدت تقدم كونسلتيشن وتقول يا جماعة انا خسرت بسبب كذا كذا. فطبعا بقى ما بين مؤيد ومعارض، ما بين شايف ان دول ناس لا يستحقوا، وما بين شايف ان ناس لا، دي ناس بتحكي خبرتها والحاجات اللي فشلت فيها. في النهاية الناس كلها عندها نفس التحفظات وعندها نفس الايه، المشاكل اللي هي بتواجهها. فبالتالي انا ممكن اسمع منك المشكله واحس ان انت فدتني بالحل، وفي ناس تانية ببقى سامع منك المشكله وببقى او ببقى رافض ان انا اسمع منك المشكله اصلا من الاول، وبقول يعني كنت نفعت نفسك. في النهايه دول تقريبا اشهر 5 انواع للديجيتال برودكت نقدر ان احنا نشتغل عليهم. ساعات بقى بتبقى شطارتك ان انت تاخد ال5 دول وتعملهم ميكس ما بينهم وبين بعض. يعني مثلا الناس اللي جايه هنا من الكورس مثلا بتاع ازاي تكون سينيور كونتنت كريتور، الكورس ده هو سينيور كونتنت كريتور عادي جدا، بنتكلم فيه عن الماركتنج وازاي تستخدم الكونتنت بتاعك والتفاصيل كلها اللي انتوا عارفينها في الكورس. ومعاها واخدين الكوميونتي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، او بنشرح فيه الجزء بتاع الديجيتال برودكت. فاذا خلاص انت واخد حاجتين مع بعض، واخد كمان كوميونتي، واخد كورس اضافي، واخد باكج مع بعض من الديجيتال برودكت، بتدي اوفرز او بنفيت زياده للشخص اللي ممكن يشترك معانا او يبقى موجود معانا. نفس الفكره مثلا، انا ممكن انزل تمبلت معينه، بس مع التمبلت ده انزل فيديو للشرح بتاعها. ممكن انزل الاي بوك بتاعي، بس مع الاي بوك يبقى فيه شرح. ممكن انزل الكورس ومع الكورس يبقى فيه تمبلت. المهم انت بتبدا تشوف ايه الفاليو الحقيقيه وبتبدا تشتغل على الاوفر بتاعها. وخلينا بس متفقين على حاجه، هي مش عارف اتشرحت قبل كده ولا لا، بس يعني هيعيدها تاني. فكره ان الاوفر مهم جدا. الاوفر مش معناه ان انت تنزل في البرايس، يعني الاوفر مش معناه اللي هو خصم 50%. لا، الاوفر ده ممكن ان انت بتاخد الحاجة وعليها عرض حاجة تانية. الحاجة التانية دي بقى هي اللي ممكن تكون بتضيف فاليو حقيقية للناس. يعني أنا ممكن أشوف كورس أحس إن أنا عايز آخد الكورس ده بس متردد، بس لما أعرف إن الكورس مثلا معاه كونسلتيشن أقول خلاص أنا هذاكر الكورس، ولو ما فهمتش هاخد الكونسلتيشن. اتفقنا؟ طيب نبدأ بأنهي واحد؟ أنا من وجهة نظري شايف إن أول حاجة ممكن نبدأ بيها هو التمبلت أو الإي بوك. طيب ليه؟ من وجهة نظري، ودي ممكن تطلع غلط جدا، بس انا بتكلم يعني عن واقع تجربة. اولا الاي بوك اسرع حاجه انت تقدر ان انت تعملها، وما بتحتاجش مهارات كتير. يعني انت مش محتاج تمنتج، مش محتاج حاجات كتيره نهائي، انت ممكن تعملها من على الموبايل، ممكن تعملها اصلا من شات جي بي تي، ممكن حاجات كتيره جدا تتكلم فيها عن خبراتك او تتكلم فيها عن الكتاب بتاعك. اتنين، ما بيكلفكش اي مصاريف عشان تعمله. فاذا انت الوقت والمجهود تقريبا قليل، انت كل المعتمد انك بس بتقعد تستحضر خبراتك.
النقطة الثالثة ان الاي بوك او الحاجة اللي انت هتعملها هيحسسك بالانجاز، يعني هيحسسك انك خدت خطوة ان انت تقدر ان انت تعمل حاجة، فتقدر ان انت تضيف عليها. الحاجة الرابعة بقى والاخيرة بالنسبة لي والاهم، ان الاي بوك بيقدر يتضاف مع اي حاجة من الحاجات التانية. يعني لو انت الاوبجيكتيف بتاعك الاساسي ان انت تعمل كورس وتبيعه، فانت تقدر تعمل اي بوك، تقدر تعمل الاي بوك وتاخد الاي بوك ده تروح تضيف عليه كورس، يبقى ساعتها خلاص انت بدأت بالاي بوك وبعت الكورس ده بعد كده. على عكس بقى ان انت بدأت بالحاجة الصعبة. فدي بس وجهة نظري الرابعة اللي ممكن تخلي الجزء ده افضل من اجزاء تانية. ممتاز. طيب لما نيجي نتكلم عن، ثواني، تمام. يبقى اذا احنا لما بنيجي نتكلم عن فكره ليه بتبدا بالاي بوك، انا قلت لكم هو المميزات، واهم ميزه تاني ان ده الحاجه السهله، انجاز سريع هتفرح بيه وهتبقى مبسوط بيه كويس، والتفاصيل من ده. والاهم من كل ده ان زي ما قلت لكم بتقدر تضيف عليه اي حاجه بعد كده. يعني انا انا عايز اعمل كورس، اقدر ابدا بالاي بوك او التمبلت، وبعدين اضيف عليها الكورس ان انا بشرح ايه اللي موجود فيه. اقدر اضيف بعد كده مثلا كونسلتيشن للناس اللي قروا الكتاب او ما فهموش، اقدر اضيف بعد كده سيشنز للناس اللي محتاجه تفهم حاجات معينه في الكتاب، اقدر اضيف كوميونتي للناس اللي قرت الكتاب وعندها اسئله. فده من وجهه نظري اكتر حاجه تقدروا ان انتوا تبداوا بيها الديجيتال برودكت بتاعكم. طيب الفصل الثالث، وده بقى بالنسبه لي من الحاجات المهمه، هو انا المفروض ببدا ابيع الديجيتال برودكت بتاعي ده ازاي. وعلشان اوصل للمرحله دي فانا محتاج اتاكد ان في حد هيدفع مقابل الحاجه اللي انا بعملها دي. والتاكد هنا، هو اكيد في حد هيدفع، بس التاكد هنا ان السوق مش يعني يعني المنافسه في السوق سهله لذيذه كويسه. اول حاجه احنا بنعمل حاجه معروفه جدا، مهمه جدا، ان احنا بنبدا نبص على المنافسين بتبيع البرودكت بتاعنا ازاي. المنافسين بتبيع المنتج ازاي، دي من اكتر الحاجات اللي لازم نركز فيها. مين سأل سؤال؟ اوكي، في حد بس لقيته سأل سؤال كده، بس يعني مش هرد عليه دلوقتي. مين من اكتر الناس اللي بتبيع ازاي المنافسين بتوعي بيبيعوا المنتج ده؟ طبعا انت لو جيت دخلت بدأت تفكر مثلا انت عايز كتاب عن الايميل ماركتينج، تبدأ تخش تشوف الناس بتبيع ازاي، بتبيع الكتاب ده لوحده، بتبيع فيتشر زيادة، طب بتبيعه بكام، بتبيعه هكذا. كل دي معلومات احنا بنجمعها في الجزء بتاع المنافسين وهنشرحه اكتر قدام. طيب انا عايزك تركز ايه من النقطة دي، عايزك تركز وتشوف الكوميونتي اللي بانيينه او البيرسونال براندنج او البراندنج بشكل عام حتى لو بيزنس، اللي بانيه الناس اللي المنافسين بتوعك. يعني ايه النقطه دي؟ يعني مثلا انا ممكن اخش على شخص بيبيع كورس عن الديجيتال برودكت، انا عايز اشوف الكورس، الراجل ده عامل كوميونتي، عامل اصلا فري سيشن عن الموضوع وبيبيع جزء الادفانس بتاعها، ولا بيبيع الكورس بشكل كامل. الراجل بيدي كونسلتيشن فري مثلا وبعدين بيبيع الكورس. الراجل مثلا عامل كتاب. يعني ايه الفانل او ايه الحاجات اللي هو عاملها علشان الناس ممكن تروح تشتري منه من غير ما تبص اصلا ايه الحاجه اللي هو عاملها، يعني راح تشتري منه لمجرد ان هم شايفاها حد كويس. ودي نقطه مهمه جدا من الحاجات اللي لازم نذاكرها. بناء على النقطه دي ببدا اخد منه شويه معلومات او شويه انسايت، بجمعها مع بعض بتديني فكره. الفكره دي ببدا اضيفها على الكتاب الالكتروني بتاعي، وبعمل حاجه اسمها فاليديشن. الفاليديشن ده باختصار ان انا بتاكد ان ان انا بتاكد ان الفاليديشن ده انا بتاكد ان الفكره او المنتج بتاعي مميزين جدا، والناس ممكن تشتريهم عن طريق ان انا ببدا اسال ناس ممكن يكونوا زمايلي في المجال بس مش صحابي، ناس زمايلي في المجال، ايه رايكم في الحاجه دي. اقدر انزل بوست مثلا عن جزء من الكتاب وابدا اشوف ردود افعال الناس، بروح مثلا لجروب معين وباخد راي الناس. المهم ان انا بجمع اي معلومات، المعلومات دي بتخليني اوصل ان انا يا اما انا فعلا الكتاب ده هينزل وفعلا دي فاليو حقيقيه ولا لا. طبعا مش عايزكم تقعوا في فخ ان انتوا تروحوا لاصحابكم فاصحابكم يقولوا لكم حلو وجميل ونتكروت في الاخر، او ان الناس تخاف ان تحرجك مثلا فيبداوا يقولوا لك اه الحاجه دي كويسه. فانا مش عايزك تقع في هذا الفخ اللعين، لان انا وقعت فيه قبل كده. ولما بتنزل على السوق بتلاقي فعلا الناس لا مش عايزه برودكت ومش حباه، وبتضطر بقى تقعد تضيف عليه فيتشرز كتيره جدا، في حين ان انت كان ممكن تبدا بالفيتشرز دي من الاول وتركز عليها بدل ما تدفع فلوس مثلا على الكامبين بتاعتك. بعد كده نيجي بقى نتكلم عن الفكره بتاعت ان انت بتبدا تبيع اول 10 مبيعات او اول 10 من 10 ل5، اول 10 او 5 مبيعات بتبدا تبيعهم بشكل اورجانيك. الموضوع ده مش بس اهميته في ان انت ما بتدفعش فلوس كتير، انت بتتعب انت عن الوقت والتجربه والحاجات لحد ما تبيع الكورس او لحد ما تبيع المنتج بتاعك،
بس من النقط المهمه جدا في الحته دي ان طول ما انت ماشي لحد ما تبيع خمسه، انت بتواجه اعتراضات، بتواجه ناس بتبقى عايزه اثباتات، بتواجه مشاكل كتيره جدا، بتواجه وعود لازم توعدها للناس. زي مثلا حد: انا هاخد الكتاب ده، هل هستفيد فعلا؟ فتقول له اه انت هتستفيد واحد اتنين تلاته. ده اسمه وعد. فاذا انت بتعرف ايه الوعود اللي المفروض توعدها للناس، بتعرف ايه المشاكل، بتعرف ايه الحاجات اسمها ايه، النقاط الموجعة والنقط اللي فيها مشاكل، عشان تبقى بتقدم ليها حل كويس جدا. وكمان بتعرف ايه السوشيال بروفيت، ازاي الناس تثق في هذا المنتج، وايه الاثباتات اللي بتقدمها. لما بتعرف المعلومات دي سهل وتكون متأكد منها 100%. انا خلاص، انا في خمسة اشتروا مني، الخمسة دول واحد مثلا سألني سؤال عن المنتج ده هيفيدني بإيه، واحد تاني بعت له تفاصيل ما ردش، واحد تالت قال لي السعر ده غالي، السعر ده مش كويس. فبالتالي انا خلاص عرفت الخمسه دول بعت لهم ازاي وايه اللي خلاهم يشتروا مني. بناء عليه ببدا اجمع معلومات كتيره جدا بستفيد بيها في الجزء اللي انا ببيع عليه. طبعا انا التاسكس دي منتظر طبعا ان الناس تقدمها. وعايز اقول لكم بس على حاجه مهمه جدا: اي حد عايز يدخل مجال ديجيتال برودكت، هقولها تاني وتالت ورابع عشان انا جاي لكم من جوه، ومتخيل ان الموضوع سهل، ومتخيل ان اي حد بيعرف يعمله. اي حد بيعرف يعمله والموضوع سهل. بس الناس حرفيا هي اللي بتضيع الحاجه من ايديها. يعني اقرب مثال، وده مش بس في السيشن دي، ده في كورسات كتيره جدا وبتبقى مدفوعه. 200 300 واحد بيخشوا الجروب، 10 منهم اللي بيبقوا يعني بيفكروا ان هم يسمعوا ويحضروا، خمسة اللي بيبقوا بيسألوا وبيعملوا زي دلوقتي اهو، في خمسة اهو بيحضروا السيشن. اتنين منهم بس هم فعلا اللي ممكن يحلوا، واحد هو اللي بيخرج المنتج ويبدأ انه يستمر ويكمل عليه. ويوم ما بنقول ان سيشن واحدة يعني انجح مرحلة كنت عامل فيها الكورس ده، أربعة هم اللي خرجوا عاملين برودكت كامل. واحد منهم بس لحد دلوقتي لسه بيبيعه وبيكمل عليه فيتشرز وبيضيف عليه أكتر وأكتر وأكتر، ومكمل عليه بشكل كامل. طيب، ده ممكن يكون بيحصل بسبب إيه؟ ده ممكن يكون بيحصل بسبب إن إحنا بنحس حاجة من جوانا إن إحنا مش كاملين، هو عايزين نوصل للكمال بالمنتج بتاعنا. انا عايز المنتج اللي يبقى موجود، انا بنزل روايه او قصه قصيره عايزها تروح تنافس نجيب محفوظ، عايزها تتحط في مقارنه مع اولاد حارتنا. ده يعني بالعقل مش منطقي. السعي للكمال ده حاجه انا مش عارف، يعني بلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى للانسان ان هو فعلا يبدا يحس انه عايز يوصل للكمال ويبقى متخيل ان دي افضل نسخه موجوده. وعشان تتخلص من ده لازم تعرف تبص بعينك كده على اللي حواليك، هتلاقي ان تقريبا كتير جدا من الناس اللي ممكن تبقى في نفس المستوى بتاعك او سابقينك بخطوة بدأوا من غير كمال خالص. انت كل اللي محتاج تتنقل من الخطوة بتاعتك للخطوة اللي بعديها. ودي نقطة من النقط اللي هنتكلم فيها عن المنافسين، ومين هو المنافس اصلا اللي احنا المفروض نبص عليه. فبالتالي احنا عندنا الحد الادنى من الديجيتال برودكت. الحد الادنى من الديجيتال برودكت هو اللي انت تبدا عليه. الحد الادنى ده ممكن يكون فصل واحد فيه معلومات، الحد الادنى ده ممكن يكون معلومات صغيره مع بعض بتكون معلومات كبيره، وهتبدا تضيف معلومات اكتر واكتر بعدين، مفيش مشكله. بس ابدا باللي تقدر عليه وبالمعلومات اللي جاهزه عندك علشان تكون المنتج بتاعك ده، عشان تنزله بعدين. زي ما قلت لكم انت بتبدا في مرحله التطوير طول ما انت شغال، بس على الاقل انت بتنزل المنتج بتاعك بالفعل. لكن هتبدأ تقول انا عايز اقعد اعمل دراسات، الدراسات بتاعتي دي هقعد اعمل بلان وابص على الفايف بي والسيفن بي، واصل الكونسلتيشن مع فلان قال لي مش عارفه ايه. صدقني كل ده على عيني وعلى راسي، كل ده بيزنس على عيني وعلى راسي. بس حط ايدك واشتغل وطلع النسخه الاوليه، والنسخه الاوليه اعرضها للناس. خد يا عم كونسلتيشن انت عايز تاخدها مع الناس بعد ما كده انشئ البرودكت، وبعد ما تبص عليه يبقى بص على الفاليديشن بتاعه والتفاصيل. وكمل بقى وضيف اللي انت عايز تضيفه، ولكن ابدأ ابوس ايدك. وزي ما احنا قلنا ان لو هنبص كده هنشتغل على تمبلت او حاجات صغيره، فانت اعمل نسخه صغيره من الحاجه، ابدا نزلها وابدا شوف هتبيعها ازاي. لاول خمسه اورجانيك احنا بنتكلم عليه، خد دايما الفيدباك بتاعت الناس او العملاء او ارائهم، او ازاي هم هيشتروه وليه مش هيشتروه. حسن المنتج بتاعك وعيد السايكل بتاعتك دي كذا مره لحد ما هتبدا توصل لنتيجه كويسه. انا شخصيا انا شخصيا يعني كفهيم عندي حاجه لطيفه جدا، ان انا كل خمسه باخد منهم بوقف اعلان يعني انا بوقف البيع الاورجانيك. امتى بوقف البيع الاورجانيك؟ لما كل شخص يضيف لي حاجه، لما خمس اشخاص يضيفوا لي حاجه. يعني انا لو ممكن، انا ممكن انزل يعني الحمد لله بفضل الله، مثلا ممكن انا في كتاب منزله عن الستوري تيلينج. حلو. الكتاب مثلا منزله، في ناس كتيرة جدا دخلت ان هي تسأل عليه عشان تشتريه.
فده ممكن الناس هتشتريه على طول عشان انت بنيت قبل كده. لكن امتى فعلا اقدر اقول ان انا هوقف الاورجانيك؟ لما الاقي 5 اشخاص ضافوا لي حاجه، زي مثلا حد قال لي انا حاسس ان السعر كتير، او حد تاني مثلا حاسس قال لي انا بس مش فاهم الكتاب قوي، او حد قال لي انا مش عارف ايه اللي جوه الكتاب، ايه اللي هلاقيه جوه الكتاب. فبالتالي كل دي اعتراضات انا بجمعها. انا بقى كفاهم يعني حاطط لنفسي 5 اعتراضات بيكملوا المنتج بتاعي، وبتاكد منهم علشان ابدا اكمل واعمل نسخه تاني وامشي على السايكل بتاعتنا زي ما هي. بعد كده نيجي للجزء الخامس وهو التسعير. طيب قبل ما نوصل للتسعير، في طرق، في كذا طريقه لحساب التسعير. اول طريقه ان انت بتحسب التكلفه اليوميه بتاعتك وتكلفه وقتك. زي مثلا بتقول انا والله الكتاب ده خد مني مثلا 4 ايام، كل يوم مثلا ساعتين، فانا بضرب الاتنين في بعض، وبعدين ببدا اقول والله انا متوسط الساعه بتاعتي مثلا ب 40 جنيه كفريلانس. طب لو انت اصلا ما عندكش ساعة، ممكن يعني مفيش حاجة معينة بتحسب بيها الساعة بتاعتك، تقدر بمنتهى السهولة ان انت تشوف اقرب ورك سبيس ليك انت بتشتغل فيه، او اقرب يوم انت بتشتغل فيه 4 ساعات تكلفته كام عليك عشان تطلع شغل مظبوط. على سبيل المثال، انت مثلا ممكن تكون بتروح مكان ورك سبيس فيه نت، الساعة فيه ب 100 جنيه، وبتشرب مثلا شوية مشروب تاني، يبقى الساعة بشوية مشروب تاني مثلا، او مشروب او حاجة ب 100 جنيه، يبقى اذا توتال مثلا 200 جنيه. والشغل اللي انت هتشتغله هيكلف لك ساعتين، يبقى اذا انت اقل حاجه تبدا، او البريك ايفن بتاعك تقدر تبدا بيه 400 جنيه. يعني 400 جنيه ده تمن الحاجات الاساسيه. هتقيم بقى مجهودك بكام، دي بتاعتك انت. ممكن تقيمه مثلا بنسبه 60% من اللي انت بتصرفه، اللي هو المجهود بتاعك. يعني مثلا بنتكلم تقريبا في 260 جنيه او 340، على حسب مثلا انت عايز توصلها لايه، بس ده الشكل بتاع اللي موجود. وبعدين بتبدأ تشوف انا الكتاب ده خد مني كام ساعة، وتبدأ تقيم بالحسبة دي. تقيم هو خد منك كام ساعة. الساعة خد منك مثلا 5 ساعات، وزي ما احنا قلنا الساعة ب 200، يبقى تقريبا بنتكلم في 1000 جنيه. ممتاز. طيب دي الحسبة لنسخة واحدة. شوف بقى انت حاطط التارجت بتاعك ان انت من بعد كام تبيع كام نسخة علشان تجيب المكسب ده. يعني الكتاب النسخة الواحدة كلفتك وقت ومجهود 1000 جنيه، فانت مش شرط انك تبيعها ب 1000 جنيه. انت ممكن مثلا تبيعها ب 200 جنيه، وبعد 5 مبيعات انت جبت ال 1000 جنيه. تبيعها ب 500 جنيه، وبعد بيعتين انت جبت ال 1000 جنيه، وهكذا. فهي التسعير سهل. يعني التسعير مش اقصد مش سهل، بس مش اللي هو مستحيل. يعني ايا كان اللي انت هتحطه بناء على انت اصلا ناوي تشغل بالك ومجهودك قد ايه على البرودكت ده. طبعا تاني بقى طريقة للتسعير ان انت تبدأ تبص على المنافسين بتبيع لكام. ولما جينا عند حتة المنافسين دي، عندي ليكم نقطة لازم تبص فيها وتركزوا فيها قوي. ان المنافس مش اكتر واحد بيبيع المنتج بتاعك. يعني المنافس مش التوب اللي بيبيع المنتج بتاعك. يعني انا مثلا ممكن اقول مين بيبيع كورس مثلا عن الديجيتال برودكت. ما ينفعش اروح مثلا لالكس او الموزي مثلا واقول لك بص ده بيبيع ازاي وبيعمل ايه. لا، الراجل ده اصلا مش كومباتيتور بالنسبه لي. الراجل ده حد انا ممكن ابقى نفسي ان انا اوصل له، لكن اروح ابص مثلا لحد زميلي في المجال مثلا في الشركه بتاعتي، او في الدايره بتاعتي، هو عامل ديجيتال برودكت وبيبيعه ازاي، بيستخدم ايه، بيستخدم انهي منصه من المنصات، وهكذا. فبالتالي بنقدر ان احنا اخد معاه الشكل ده، نقدر ان انا اخد معاه الشكل ده وابدا ابص هو بيشتغل ازاي، وايه الطريقه اللي بيبيع بيها علشان احقق، او ابدا ابص بقى على التسعير بتاعه علشان ابدا اشوف احقق النتائج اللي انا عايزها. فمثلا زي ما احنا قلت، حد تاني ممكن يكون بيع كورس ب 20 30 الف جنيه، بس هو ده مش كومباتيتور بالنسبه لي. يعني انا لسه ما وصلتش للمرحله بتاعته، ولا من البيرسون براندنج، ولا من الخبرات، ولا من حاجات كتيره قوي، ولا حتى من الكوميونتي اللي حواليا. بعد كده ببدا ابص برضه على الناس اللي شبهي، هو اكتف على انهي بلاتفورم انا اكتف عليها. يعني انت لو اكتف على الفيسبوك، طبيعي بتقابل كوميونتي مختلف او ناس مختلفه بتشتري باسعار مختلفه، غير لو انت اكتف على فيسبوك، على انستجرام، غير لو انت نفس الشخص اللي اكتف على لينكد ان. انا شخصيا نوع الكاستمر اللي بيجولي من لينكد ان مختلفين نهائيا عن اللي بيجولي عن التيك توك، ودي طبعا حاجه اكيد معروفه ليكم كلها. طيب بعد كده من النقطه الاخيره اللي هنتكلم فيها النهارده، هي فكره ازاي بتوصل للمستويات بتاعتك. سحر ال3 مستويات. طيب يعني ايه مستويات؟ انا دايما لما بتقدم حاجه بنقدم 3 فيتشرز او 3 اوبشن للحاجه دي. وده يفضل دايما ان انت تعمله حتى لو ارقام بسيطه. زي مثلا الكتاب، بعيدا عن مثلا كتاب ب 100 جنيه،
بس انت لو دفعت 200 جنيه هتاخد الكتاب وتدخل الجروب معانا، جروب في اي بي للمتابعه. طيب انت هتدفع مثلا بدل ال 200 جنيه 250، هتاخد الكتاب زائد مثلا كونسلتيشن او سيشن 1 تو 1 علشان نشرح لك الكتاب ونفهمها لك. فاذا انت بتحاول على قد ما تقدر تعمل ثلاث مستويات للحاجه. وانت ممكن اصلا في دماغك تكون عامل الكتاب كتاب واحد مثلا، وعامل الجروب وعامل كل حاجه. ما تبيعش الموضوع ده على اساس ان هو منتج واحد، بيعه على انه ثلاثه بفيتشرز حتى لو رقم قليل. يعني انت حاطط في دماغك ان انت هتبيع الديجيتال برودكت كله ب 300 جنيه. 300 جنيه دول عباره عن كتاب وجروب مثلا وسيشن 1 تو 1، او اي حاجه بقى ايا كان. لا انت مش هتعمل ده، انت هتاخد يا باشا الثلاث حاجات دي، تقول انت لو عايز الكتاب لوحده بكذا، لو عايز الكتاب والجروب بكذا، لو عايز الكتاب والتمبلت بتاعته يبقى بكذا. فده فكره ان انت بتعمل مستويات من المنتجات بتاعتك. طبعا مهم جدا ان احنا نتكلم عن جزء ان احنا بنختبر الحاجه بتاعتنا بشكل كبير جدا، علشان ما نوصلش لمرحله ان احنا نحس بخنقه، وان احنا يعني ان احنا خلاص يئسنا. لازم نبقى عارفين من اول ما احنا هنبدا ان الاختبارات دي طول الوقت، احنا طول الوقت بنختبر. مفيش وقت نهائي للاختبار وبعدها هنرتاح وهنبطل نتكلم عن ديجيتال برودكت. لا، انا في حد عارفه بيتكلم عن ديجيتال برودكت. يعني الراجل في البداية عامل كتاب، وبعدين عمل كورس، وبعدين بعد الكورس اتكلم عن ديجيتال برودكت وعن ازاي نبنيه. بعد كده زود على الكورس بتاعه طرق معينة للديجيتال برودكت، ازاي مثلا يعمل فيديوز مثلا بالاي اي ويبدا يبيعها، ازاي يتعلموا مش عارفه ايه. يعني ابتدى يضيف فيتشرز لنفسه. فده ايه؟ ده دليل ايه؟ دليل ان هو راجل شغال، عمال بيعمل تيستنج، عمال بياخد اوبتمايزيشن، عمال بياخد فيدباك من الناس ويزود على البرودكت بتاعه علشان يكمله. فعلشان توصل لمرحله ان احنا نقول انت الديجيتال برودكت بيدخل لك فعلا مصدر دخل اضافي مساوي للمصدر الدخل الاساسي بتاعك، لازم تبقى عارف ان انت لازم تديله مجهود، ولازم دايما تفضل بتحسن فيه على قد ما تقدر. كده احنا خلصنا. هنخش بقى على اخر حاجتين، او اخر حاجه يعني بالنسبه لنا، ونبقى نشرحها المره الجايه بتفصيل اكتر. هي انا ابيع البرودكت بتاعي منين. اختصارا بقى للوضع بتاعي، انت عندك طريقتين. الطريقه الاولى ان انت تشتغل على منصه جاهزه زي نظم لي. نظم لي دي هبعت لكم اللينك بتاعها. نظم لي دي انت بتخش عليها، بتعمل بتشترك، بتضيف كل حاجه، بتضيف بقى انواع كتيره جدا منها هنشرحها المره الجايه. ولكن في المطلق نظم لي بتستخدمها علشان تبيع اي ديجيتال برودكت. الميزه بتاعتهم ان باي موب مشتركه معاهم، فبالتالي انت بقى مش مضطر تروح تشترك مع باي موب وتستنى والحاجات دي كلها. هما بياخدوا الفلوس عندهم وبيحولوها لك. دي اول طريقه. الطريقه التانيه ان انت بتشتغل على اللاندنج بيج بتاعتك، زي مثلا انت تشتغل على ايزي اوردر او شوبيفاي او اي حاجه من الورد بريس او اي حاجه من الحاجات دي. لكن انا هشرح ايزي اوردر وشوبيفاي عشان هما الاسهل والانجز عشان تبيع الديجيتال برودكت بتاعك. بعد كده اخر حاجه بقى ازاي بنعمل اللاندنج بيج او صفحه البيع. انا عايزكم بس تركزوا على الرسمه اللي قصادكم دي. ده اكتر شكل انا شخصيا بستخدمه لما باجي اعمل اي لاندنج بيج بتبيع، والحمد لله بتجيب نتائج كويسه. ان انا مثلا اول حاجه العنوان بتاعي بيبقى فيه الوعد، زي مثلا ايه، من جينيور كونتنت كريتور لسينيور كونتنت كريتور في 3 شهور. المشكله بتاعت العميل ان انت بتبدا حاسس انك شغال عارف الاساسيات، بس مش عارف الاساسيات دي بعدها ايه، مش عارف ايه اللي المفروض بعد ان انت تعمل كونتنت استراتيجي او كونتنت بلان. طب ايه الحل؟ الحل بتاعنا ان كورس بيعلمك واحد اتنين تلاتة اربعة. اراء العملاء، وبعد كده السعر، بعد كده الكول تو اكشن، بعد كده بقى اسئله زي من نوعيه هل انا هستفيد، هل في استرجاع، هل كل الاسئله اللي بتبقى موجوده. وعلشان تريحوا دماغكم من الحته دي، في برومت انا عامله بصراحه بستخدمه دايما مع شات جي بي تي. ببعت له البرومت ده، بيبعت لي شويه اسئله بجاوب عليها، بيطلع لي تقريبا اللاندنج بيج بالشكل ده. فابعتوا لي، وعلى يعني الناس اللي حاضره هستأذنكم ابعتوا لي على اللينك بتاع انستجرام، لان انا بس في حركه فلتره كده هتحصل للناس اللي على الجروب. فاي حد سامع ده او سمع السيشن ابعت لي اطلب برومت على انستجرام. قول ان انت عايز برومت اللي اتقال في المحاضره، علشان هبعت لك البرومت وهبعت لك حاجة تانية مهمة. لما تبعت الرسالة مع البرومت هتشوفها. واخر حاجة هشرحها بقى هي فكرة ان انت ممكن الترتيب اللي قصادكم ده احنا ممكن نعكسه على حسب انا بادئ الفانل بتاعتي ازاي على بالفانل بتاعتي ازاي على السوشيال ميديا. يعني مثلا انا عامل كامبين، الكامبين عبارة عن اراء العملاء.
خلاص انا حاطط اراء العملاء عادي جدا، ممكن اخلي اراء العملاء بعد السعر والباقات، لان اللي دخل هو شاف فيدباك للناس اللي اشتروا مني، فخلاص هو شافها بالفعل ودخل، فمش محتاج ان انا اوريها له تاني. ممكن مثلا اكون انا بادئ الفيديو بتاعي بوعد، انا بوعد الناس مثلا ان انت في خلال 3 شهور هتتحول من جونيور لسينيور بشكل كبير جدا، وهتاخد خبرات اكتر. خلاص ملهاش لازمه ان انا اكون حاططها اول مره او في اول جزء وهكذا. فعلى حسب ترتيب ده ممكن يتغير على حسب انت بادئ الفانل بتاعتك ازاي من السوشيال ميديا بتاعتك. فاضل تقريبا 8 دقايق، لو حد عنده استفسار او سؤال يقول لي، عشان ناخد الاسئله بتاعتنا ونقفل السيشنز بتاعتنا على خير باذن الله. طيب مين يتفضل؟ هاي. وعليكم السلام. أنا كان عندي سؤال في الحتة بتاعت البندلز دي. تمام. طيب أنا دلوقتي هل الصح إن أنا أستنى لحد ما أكون مثلا يعني أعمل البندل بتاعتي 3 ليفل دي، ولا أنا ممكن أبدأ بس بالكور برودكت بتاعي وبعدين بعد كده أعمل بندل؟ لا يعني أنا عادي، مثلا نبدا الفكرة بتاعتي. نبدا بالمتاح لينا دلوقتي. احنا متاح لينا ان احنا نبدا بحاجه واحده نبداها. عرفنا نقسم الحاجه بتاعتنا البندل ونضيف عليها مفيش مشكله، بس الاساس انا بنبدا. انا عندي الفكره بتاعت التقسيمه، بس هي الفكره ان الكور برودكت نفسه ممكن يتنفذ بسرعه، انما البندلز بقى او الاضافات اللي انا ممكن اعملها عليه هي هتاخد وقت طويل شويه يعني. ايوه، يبقى ما هو اذا يبقى خلاص هشوف. لا، هنبدا على طول بالحاجه اللي جاهزه، اللي نقدر ان احنا نبداه بشكل اسرع هو اللي هنبدا بيه. تمام، يعني ابدا بكور برودكت بس في الاول، وعلى بالظبط الاقل اه. اكون عملت تيست اصلا، عشان بدل ما الواحد يتعب نفسه في بنى منتج ممكن ياخد وقت يعني. بالظبط كده. تمام. تمام. ها، حد تاني؟ موضوع اتفضل. انه احسن، او يعني البدايه في الاول في البيع وكده، سواء بقى على نظام لي او الكلام ده، حضرتك قلت هتشرحه المره الجايه صح؟ اه علشان بس ده هنبقى بنفتح، يعني اكون انا مجهز بس البلاتفورم، يعني ان انا ابداها من الاول معاكم، وابداها ونشوف هنعملها ازاي وازاي نستخدمها باذن الله. طب هو يعني انا بس يعني ممكن في السريع بس اسال السؤال ده، يعني لو انا واحده بحاول اوريدي ان انا اعمل براند بتاعي واسمي وكده ومش عارف ايه فمش احسن من الاول ان انا اكون واخده لاين بتاعي الاول في حاجه بتاعتي، يعني ويب سايت بتاعي وكده، بدل من ان انا اروح اعمل ابيع عن في حته تانية؟ لا يعني انا مش فاهم السؤال بصراحه. يعني انا دلوقتي انا عايزه اعمل براند باسمي، مش مجرد ان انا هعمل ديجيتال برودكت وانزله واقعد اتكلم عنه وخلاص، لا انا بعمل براند باسمي، وديجيتال برودكت ده هيبقى جزء من الحاجات اللي ممكن اعملها بعدين. تمام، عادي فانا لما. عايزه الحاجه تكون مرتبطه بيا، فبقول مش احسن ان انا بدل انا مقرره من الاول ان انا ببني براند ان انا يكون ليا الويب سايت بتاعي، مش ان انا بروح اعرض عند الناس؟ لا عادي، ما فيهوش اي ولا مش فارقه؟ ما ولا اي حاجه. بصوا طيب، بصوا يا شباب، عشان النقطه دي، يعني النقطه دي بجد قتلت بحثا معايا، وانا جاي لكم من المستقبل اقسم بالله العظيم يا جدعان. احنا كلنا بنسعى فكره ان انا ابقى متخيل ان انا هكون توب التوب في الحته اللي انا بادئ فيها دي. مش عايزكم تبصوا لها، يعني انا هستنى لما يبقى ليا ويب سايت الدوت كوم اسمه محمد فهيم دوت كوم، علشان ابدا في حاجه وابقى الناس داخله على الويب سايت بتاعي وافضل مجمعهم في التوب فانل. الموضوع ده صعب جدا. انا عايز ابدا دلوقتي يا جماعه في مرحله تيستنج. انا عايز ابدا حاجه مم. باقل سعر وباقل نتيجه وباكتر حاجه اقدر ان انا اغير منها. انا دي يعني انا اكتر حاجه انا بؤمن بيها شخصيا، ابدا باكتر حاجه تعرف تخرج منها. يعني الحاجه اللي تعرف تبداها وتخرج منها على طول ابدا فيها. فانا بالنسبه لي، انا اول بدايه ليا انا لحد دلوقتي مستمر في البيع على نظام لي. ليه؟ لان انا سهل جدا ان انا اخرج منه في اي وقت، سهل جدا اقفل الكورس محدش يشترك، افتح الكورس الناس تشترك، مش محتاج اي حاجه، فانا شخصيا بتعامل معاه. ماشي. تمام. تمام تبعت لينك مش خلاص. الانستا بتاعك تمام. هنا. ماشي ثواني، حد طالب لينك الانستا. مم. اتفضل. مش عليك دي كانت. ماشي، بعد كده السؤال تاني.
افضل منصة بتدي سعر مناسب مقابل قيمة للناس في البداية، خاصة لما يكون في خطة ان ابيع اول 3 شهور بالتكلفة فقط عشان اجذب فئة جديدة. طيب بص، افضل منصة، لا هو افضل منصة هتدي سعر مناسب اعتقد هي ايزي اوردر. وتبيع من خلال انستا باي. يعني من وجهة نظر انا، افضل منصه ان انت تستخدم ايزي اوردر. تقريبا هتدفع 300 جنيه وهياخدوا نص جنيه على كل بيعه، ولا مش عارف كام. وبس مش هياخدوا اي حاجه تانية. ونيستا باي تخلي الناس تحولك على نيستا باي، فما يبقاش في اي تحويل او اي خصومات. بس ده هيأخر عليك، يعني بيبطئ عليك عملية البيع شوية. يعني فاهم؟ يعني مثلا تخيل انت داخل تشتري حاجة، فانت لقيت الفيزا، دخلت فيزا باي موب وابل باي وتك تك بعت خلاص اشتريت. ولكن زي ما قلت لك ان دي الاقل، عادي جدا الناس ممكن تخش بانستا باي وتدفع وتحول عادي جدا. كلنا بنشتري كورسات بالطريقه دي. حد عنده سؤال تاني؟ السيشن اللايف الجاي هيكون يوم ايه؟ ان شاء الله يوم الخميس باذن الله، باذن الله. انا بس انا ببقى غصب عني والله، انا متاخر بس انا لبست في حوارات كده يوم الخميس، وبحاول على قد ما اقدر اعصر وقت عشان نكمل الشرح بتاعنا. وعايز اقول لكم ان السيشن الجايه اصلا هتكون الاخيره، لان السيشن الجايه انا هفتح لكم الويب سايتس اللي انا بعملها وازاي بشتغل عليها، وازاي تستخدم البرومبت اللي انا هبعته لكم ده. وبعدها خلاص بقى هيبقى لو في اي كونسلتيشن او اسئله انا معاكم. حد تاني عنده سؤال يا شباب؟ ماشي. هل المبيعات على المنصات خاضعة للضرائب ولا لأ؟ والله بص، أنا يعني ما جربتش، بس أنا أعرف حد كان بيبيع لحاجات كتيرة وفي الآخر جاله طبعا على حساب البنك فلوس بتتحول، فاتسأل الضرائب دي إيه ظروفها. بس أنا يعني اللي أنا ما أقدرش أعرف الموضوع ده، بس اللي أنا عارفه إن في منصات بتعمل فاتورة إلكترونية. يعني خلاص أنت مثلا أي تعاقد مع باي موب أو حاجة زي كده، هما بيبقوا واخدين ال 14% ضريبة، فبالتالي خلاص أنت بتبقى مخلص يعني الجزء بتاعك. والحاجة التانية يعني أعتقد إن شاء الله بإذن الله لما ربنا يكرمك يعني وتبيع مثلا فوق فاهم بال 200 ألف جنيه في الشهر، أعتقد ساعتها الضرايب بتبقى بتدور عليك يعني. ماشي. ربنا يبارك لك يا رب، وإن شاء الله بإذن الله تبقى بداية، وربنا يا رب يجعلنا يعني إيه مصدر رزق للناس إن شاء الله. عموما ده اللينك الانستا يا شباب، وأشوفكم على ألف خير. وسامحوني لو بتأخر في الرد على الواتساب، بس أنا يعني بقيت كاره الواتساب الأيام دي. أو يعني مش كاره يعني، بس أنا يعني غصب عني. يعني بصوا، بس عشان في ناس انا عارف انها بتبعت وانا بتاخر عليها في الرد، هقول لكم بس حاجه. غير الجزء بتاع الكونسلتيشن والتدريب اللي انا بعمله اصلا، والكورسات اللي احنا بنقدمها والناس مشتركه فيها، انا كمان يعني ماركتنج مانجر في شركه ادفرتايزنج، وللاسف يعني فاوندر بتاعها كمان، مش بس الماركتنج مانجر. فطبعا العملاء بتبقى بشكل كبير بتبقى دايما عايزه تكلمني، ومهما عملنا اكونت مانجر هو اللي يبقى مسؤول، برضو الناس بتكلمني. ومهما قعدت اقول ده رقم برايفت ورقم شخصي، الارقام كلها بتخش في بعض طبعا، فبتبقى غصب عني يعني. اوكي، فاعذروني لو بتاخر على اي حد في الرد. عموما شكرا يا شباب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.